قرار عاجل من الأهلي يهدد بقلب موازين الرابطة واتحاد الكرة. ماذا حدث؟ أثارت مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أزمة كبيرة في الأوساط الكروية المصرية، خاصة بعد قرار الأهلي الانسحاب من المباراة احتجاجاً على تعيين طاقم تحكيم مصري. وقرار اتحاد الكرة باحتساب المباراة لصالح الزمالك بنتيجة 3-0 مع خصم 3 نقاط من الأهلي زاد من حدة التوتر، مما أثار تساؤلات حول إمكانية انسحاب الأهلي بشكل كامل من الدوري الممتاز. وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميا أعلن فيه أنه لن يستكمل مشاركته في الدوري المصري الممتاز إلا في حالة تعيين حكام أجانب لجميع مبارياته المتبقية. واعتبر النادي أن تعيين حكم مصري لإدارة مباراة القمة يخالف التعهدات السابقة من اتحاد الكرة، مما دفعه إلى التهديد بعدم خوض المباريات القادمة. ووفقا لمصادر داخل النادي، من المقرر أن يعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا طارئا خلال الساعات المقبلة لبحث الموقف الحالي. وتشير التقارير إلى أن هناك عدة سيناريوهات مطروحة على الطاولة، من بينها التصعيد القانوني ضد اتحاد الكرة والمطالبة بمراجعة القرارات الأخيرة، تعليق مشاركة الفريق في الدوري مؤقتا حتى يتم تحقيق مطالبه، اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في حال عدم استجابة اتحاد الكرة لمطالب النادي. وفي حال قرر الأهلي الانسحاب رسميا من الدوري، فإن ذلك سيترتب عليه عواقب كبيرة على ترتيب البطولة، حيث سيتم إلغاء جميع نتائج الفريق، مما قد يؤثر بشكل كبير على صراع اللقب ومراكز الهبوط. ويحتل الأهلي حاليا المركز الثاني برصيد 36 نقطة بعد خصم النقاط، بينما يتصدر نادي بيراميدز الترتيب برصيد 43 نقطة. من جهته أكد اتحاد الكرة المصري أنه لن يتراجع عن قراراته، مشددا على ضرورة احترام اللوائح المنظمة للمسابقة. وأوضح مصدر مسؤول بالاتحاد أن الأهلي لم يقدم حتى الآن طلبا رسميا بالانسحاب، مشيرا إلى أن النادي أمامه خيارات قانونية للاعتراض على القرارات بدلا من التهديد بعدم الاستكمال. وإذا تراجع الأهلي عن موقفه، فمن المتوقع أن يستكمل مبارياته القادمة مع استمرار الاعتراض الرسمي. أما في حالة الصعيد، فقد تؤدي الأزمة إلى تهديد استقرار الدوري المصري على المدى الطويل. ويواجه اتحاد الكرة اختبارا صعبا في إيجاد حل الأزمة دون الإضرار بمصداقية البطولة. إيقاف اعتماد نتيجة الأهلي والزمالك في خطوة. تقلب موازين الدوري المصري لا تتوقف المشاورات بين وزارة الرياضة ورابطة الأندية واتحاد الكرة، وذلك من أجل حسم أزمة انسحاب الأهلي من بطولة الدوري المصري. وكان النادي الأهلي قد هدد بالانسحاب من بطولة الدوري المصري حال عدم إعادة لقاء الأهلي والزمالك بتواجد حكم أجنبي. ويقترح بعض المسؤولين خطوة إيقاف اعتماد نتيجة لقاء الأهلي والزمالك، وذلك لتجنب تصعيد القلعة الحمراء بشأن الانسحاب من بطولة الدوري. هناك تحركات من جانب وزارة الرياضة للتحقيق وتشكيل لجنة في أزمة عدم استخدام حكام أجانب لقيادة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، خاصة أن الوزارة تمكنت خلال ساعات معدودة من استخدام الحكم السعودي محمد الهويش. كما كان هناك اتفاق مع حكم ليبي آخر بعد أزمة انسحاب الأهلي. ويراهن النادي الأهلي على تواجد رابطة الأندية في صفه من خلال التأكيد قبل اللقاء على تواجد حكم أجنبي لإدارة لقاء القمة، وهو الأمر الذي لم يطبقه اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة. ويتخوف البعض من خطوة الإعلان عن نتيجة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك يوم السبت المقبل من خلال تأكيد فوز الفارس الأبيض بنتيجة 3-0 بعد عدم ذهاب الأهلي إلى أرض الملعب، وهو ما قد يزيد الأزمة والعناد والصدام. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تمسك نادي الزمالك بالحصول على النقاط الثلاث من لقاء القمة ضد النادي الأهلي بعد عدم ذهاب القلعة الحمراء إلى أرض الملعب. كما رفض الفارس الأبيض وجود حكم أجنبي للمواجهة أو فكرة تأجيل اللقاء. وشهدت الفترة الماضية حالة من الاستياء الشديد من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب المجاملات التحكيمية التي حصل عليها الزمالك وبيراميدز، بالتزامن مع طريقة إجراء قرعة بطولة الدوري ومحاولة توجيه بعض المباريات في مصلحة الفريق السماوي، وهو ما أشعل الغضب داخل القلعة الحمراء. يذكر أن فريق بيراميدز كان قد تعادل في المواجهة الماضية أمام فريق المصري البورسعيدي سلبيا في بطولة الدوري. أشرف صبحي يعلن تطبيق القانون بعد أزمة القمة، وأبو ريدة يسلم الأهلي والخطيب. أطلق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعض التلميحات والرسائل الهامة، وهو ما فسره البعض حديثه عن مواجهة القمة
التي لم يحضر خلالها النادي الأهلي بسبب الاعتراض على تواجد حكم مصري لقيادة اللقاء. وكتب أشرف صبحي عبر حسابه على الفيسبوك: يجب أن نعي قدر بلدنا جيدا، وأيضا قدر ذاتنا كمصريين، لنا حضارتنا وهويتنا. وكشف في حضور ممثلا عن الحكومة المصرية في اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم والجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، تحدث إنفانتينو قائلا: مصر بلدي، لا يوجد مكان في العالم تستيقظ فيه وترى هذا المكان وهذه الحضارة، وهو يشير إلى الأهرامات. وتابع: هذا قدر بلدنا، وعلى كل من يعمل في المجال الرياضي متطوعا بمجالس الإدارات أو تنفيذيا بأجر أن يعي ويراعي هذا. بلدنا أكبر من الجميع، ونسعى إلى هذا من خلال مسؤولياتنا وتطبيق القوانين التي تنظم ذلك. وكشف أشرف صبحي خلال رسالته الغامضة: المال العام مسؤولية من يدير، والكل مسؤول عن قراره.